بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. المشلوش القسنطيني هي وصفتنا لنهار اليوم. تبعوا معايا للآخر. العجينة بمقاديرها بزاف بسيطة. أهم حاجة هي نوعية السميد يكون رطب والجودة الرفيعة. حطينا كيلو سميد رطب ومغرف ملح، خلطوهم مليح ونضيفو الماء عادي، نبقاو نعجنو اشاك فوا نزيدو الماء حتى نتحصلو على عجينة تكون رطبة وطرية. نخلوها ترتاح شوية، كل ما تخلوها ترتاح راح تخرج لكم نتيجة هايلة وتساعدكم العجينة. نشكلو كريات صغيرة ونمسحوهم بالزيت، نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا، ما ديروهمش كبار باه يجيكم ساهلين كي تهزوهم. ولما ترتاح العجينة نفتحوها بالزيت، ولازم تفتحوها رقيقة حتى تولي شفافة. اشاك فوا نرشوا الزيت وندلكوها مليح، خاصة من الجوانب. قد ما تجيكم رقيقة قد ما تعطيكم نتيجة هايلة. شوفوا كيفاه بهذه الطريقة. شوفوا كيفاه جات، ما تتقطع معاكم ما والو. ولازم تديروا الطريقة هذه، نحطوها فوق اليد ونحطوها في الطاجين سخون على نار قليلة، غير تنشف نقلبوها ونبقاو نحركو وما تخلوش الورقة طيب بزاف، غير تشيح نحوها. تقدروا طيبوهم واحدة فوق واحدة ولا ديروا بالورقة كيما درت انا. نزيد نعاود لكم واحدة خلاف وتبعوا الخطوات، اكيد راح تنجحوا فيهم، خاصة المبتدئات. طريقة مبسطة وسهلة. ندلكم من الجوانب بهذه الطريقة. شوف كيفاه حتى نتحصلوا على ورقة تكون رقيقة وشفافة. ونطيبوها على طاجين يكون سخون والنار تكون قليلة، واشاك فوا رشوا الزيت. هذه هي. نحطوها على كف اليد بهذه الطريقة. شوفوا كيفاه، ونحطوها على الطاجين ما راحش تتقطع، ورشوا الزيت غير تشيح قلبوها. وشوفوا النتيجة، جاوني يهبلوا وخفاف ومورقين ما شاء الله. نتمنى شرحي يكون مفهوم وتجربوهم تنجحوا فيهم ان شاء الله. كي تنحيوهم من الطاجين غطيوها، حطوا واحدة فوق واحدة وغطوها باه يبقاو طريين. وشوفوا لي النتيجة، جاو يهبلوا ما شاء الله، جاو شفافين حتى يدك يبان. شوفوا كيفاه. ونروحو نحضروا المشلوش، نلموهم كامل ونروليوهم ونقطعوهم بالسكين يكون حاد. المشلوش من الأطباق التقليدية، خاصة حنا ناس الشرق. في كل مناسبة ولا في كل أفراح تلقى المشلوش والرفيس ونرافقوه باللبن، يجي بزاف بنين ونتمنى تجربوه. وانا نحب نعرفكم على تقاليدنا وعاداتنا. لازم تتقطع رقيقة ونحلوهم باليد بهذه الطريقة. قطعوهم هكا ويكونوا رقاق. شوفوا كيفاه بهذا الشكل. نرشوا ماء الورد المقطر، ما نخدموش بالماء الزهر. ماء الزهر نخدمو به غير الطواجن، وماء الورد مقطر نخدمو به العجائن. والمشلوش نفوروه تفويره واحده لانه ما ياخدش وقت كبير في التفوير.
بعد ما فورناه تفويرة واحدة نكسر الجوز ونخلطه في المشلوش، نخلطه مليح بهذه الطريقة. ونروحو نديرو العقدة، كيلة زبدة وكيلة عسل، ندوبوهم على نار قليلة ونشربو المشلوش تاعنا بهذيك العقدة. جا بزاف بنين ومشرب وريحة ماء الورد المقطر راهي دايرة حال. ماء الورد المقطر تلقاوه يتباع في محل لوازم الحلويات ولا سيبيرات. بعد ما تشرب مليح نحطوه في صحن التقديم، والتزيين يبقى اختياري، نرشو السكر الناعم ونزينوه بالمكسرات، بالجوز لوز اللي عندكم، والمشلوش نرافقوه باللبن، سواء نديرو رفيس ولا نديرو مشلوش، لازم يكون اللبن حاضر معاهم. وفي هذا الفيديو عطيت لكم جميع اسرار المشلوش وعطيتكم الوصفة الاصلية. نتمنى لا فيديو تاع نهار اليوم ينال اعجابكم، ونشكركم على التعليق المحفزة الرائعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.